السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم القدير. التعريف بأبي بكر الصديق رضي الله عنه: اسمه ونسبه وصفته وإسلامه. اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن لؤي، واسم أمه أم الخير سلمى بنت صخر بنت عامر ماتت مسلمة، ولما سمي بالعتيق وأنه أحدهما أول سبب ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سئلت لما سمي أبو بكر عتيقا، قالت: نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا عتيق الله من النار. رواه الترمذي بسند ضعيف وله شواهد قوية. وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن لفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفناء، وبيني وبينهم الستر، إذ أقبل أبو بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرها أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى هذا. قالت: وإن اسمه الذي سموه به أهله لعبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو، ولكن غلب عليه عتيق، يعني كان اسمه الحقيقي عبد الله بن عثمان بن عامر. أخرجه سعيد بن منصور. والثاني السبب الثاني بقى اسمه سمته بها إن اسمه الاسم عتيق ده سمته بأمه، ده قول موسى بن طلحة. والسبب الثالث أنه سمي بعتيق ولجمال وجهه، وده قول عمرو ليس بن سعد. وأقوال ولا منافاة بين هذه الأقوال، فهو عتيق من النار، وكأنه يوصف بأنه شهيد عتيق لجماله. وقال ابن قتيبة: لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لجمال وجهه، سيدنا محمد قال بعتيق لجمال وجهه. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم صديقا، وقال: يكون بعد 12 خليفة، أبو بكر الصديق لا يلبس إلا قليلا. يعني أخرجه البيهقي وأبو نعيم، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول بعده يكون 12 خليفة ويكون أبو بكر يلبس إلا قليل. وكان علي بن أبي طالب يحلف بالله أن الله تعالى أنزل اسم أبي بكر من السماء، الصديق يعني كلمة الصديق دي نزل من السماء. أخرجه الطبراني ورجاله الثقات. وعن قيس بن حازم: دخلت مع أبي بكر أو مع أبي علي ومع أبي علي وأبي بكر، كان رجلا نحيفا خفيف اللحم أبيض. ده سيدنا أبو بكر. ده مين؟ سيدنا أبو بكر. وقال حسان بن ثابت وابن عباس وابن أسماء بنت أبي بكر وإبراهيم النخعي أول من أسلم أبو بكر أي من الرجال. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان الدين، وما مر علينا يوم قط إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيها بكرة وعشية. وعن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: أسلم أبو بكر يوم أسلم وله 40,000 درهم. عليه رضوان الله. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يا سيدة عائشة بتقول: أنا شفت أبويا وهو مسلم، ما وعدش على أبوه مسلم، وإن هو وهم أسلم اتبرع ب40,000 درهم. إن شاء الله هنكمل بعد كده كل شكله، هنجيب شكله المرة الجاية إن شاء الله، هنجيب أولاده بإذن الله إن شاء الله، وهنجيب كل حاجة إن شاء الله بإذن الله، وهنعمل في بث مباشر عشان نجيب أكبر قدر من أبو بكر، لأن البث المباشر باخد معاه أكتر، الفيديوهات بتاخد معاه وقت صغير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.